ta nga wax amiin ñi ngi jàng xatmul Qur'an bi kaamil yi nga xam ne ñu ngi ko fi doon jàng ci suba gi sëriñ baa ngi war a tëj kaamil yi ñaan yàlla ñu fekke ko ay déwéni déwén bi jaay seedi wujud bismillah teewlu leen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين ومصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبالمؤمنين ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وحمزة والعباس وجعفر والعقل والحسن وحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وخبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما في رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وخائدنا إلى الجنة ولا تجعله خلفنا سائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعل ماحلا مصدقا فينا اللهم اجعل لنا ولا تجعل علينا اللهم ارزقنا تلاوة على النحو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا خديته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عصيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجديد يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات وذكر حكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك اللهم ما خديت بي علينا من خداء فجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربنا يا خالق العوالم حل بيننا وبين كل ظالم يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من داعة وحرج وامدد علينا من حماك الأمنع سرادق من حل في يمنع اللهم اهرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا في كنفك التي لا يرام واجعلنا في جوارك التي لا يغفر ولا يضام اللهم إنا نضربك في نور أعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلام وبكل جزء جزاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنصانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطاعنا وعاصنا اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما أهمنا وما من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المهتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من بارك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه والنور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من عامة وإلى جميع أصحاب خيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خسر المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خسر المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خسر المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك رجابة عين وحينا في أنفسنا وفي أهلنا وذرياتنا وأصحابنا وخدامنا وأحبابنا وأنصارنا من حضر من الجميع أو غاب وزدنا ووعتنا وارفعنا ودافعنا واحفظنا وسدد أمورنا واري أبداننا وقلوبنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك واسترنا بسترك الجميل وعاملنا بلطفك الجزيل وفضلك الجميل وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة الصلاة الفاتحة